شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها برفقة الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام. وعلقت رضوى الشربيني على ياسمين عبد العزيز على الصورة اللي نشرتها قائلة: أحلى وأجدع وأطيب ياسو في الدنيا. وظهرت ياسمين خلال الصورة بابتسامتها التي يعشقها الجمهور، وهي تحضن الإعلامية رضوى الشربيني، حيث ارتدت فستان أسود. ومن ناحية أخرى بتواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تحضيراتها لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم مبدئي وتقابل حبيب، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من نوعية المسلسلات الاجتماعية الرومانسية. وتعاقد على المشاركة في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز إلى الآن الفنان كريم فهمي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، والشاب محمود ياسين حفيد الفنان الراحل محمود ياسين. وإلى الآن جاري حاليا التعاقد مع باقي أبطاله، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ابن الراحل محمود ياسين، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينارجي. كمان بتحضر ياسمين عبد العزيز لأكتر من عمل جديد، منهم فيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف خالد جلال، بالإضافة إلى مسرحية جديدة ستقدم عروضها في السعودية، وبيشاركها في بطولتها كريم فهمي، وبيضم العمل محمد عبد الرحمن وإيمان السيد وبدرية طلبة، ومن إخراج خالد جلال. وسيتم تحديد موعد تقديم عروض المسرحية خلال الفترة المقبلة. وجددت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاونها مع الفنان كريم فهمي مرة أخرى في مسلسلها الجديد، وذلك بعد النجاح الكبير اللي حققه الثنائي في مسلسل ونحب تاني ليه اللي عرض في رمضان 2020، وحقق وقتها نجاح كبير حيث تفاعل الجمهور معاه بشكل كبير. وشارك في العمل كل من الفنانة سوسن بدر، والفنان شريف منير، وإيهاب فهمي، وإسلام جمال، وعلا رشدي، ووفاء سالم، وإيمان السيد، ومجموعة أخرى من النجوم. والعمل كان من إخراج مصطفى فكري. ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الأكلة السحرية اللي بتعتمد عليها لكي تستطيع فقدان وزنها، وهي شوربة الخضار، حيث إنها تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية والصحية، وبتعتمد عليها بشكل أساسي كوجبة غذائية أساسية متكاملة، وبتحتوي على البصل والثوم والبطاطس والكوسة والجزر، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية. وهذا ما كشفته الفنانة ياسمين عبد العزيز. ويذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد العوضي في مطلع العام الجاري، إلا أن كل منهم أكد استمراره في حبه للطرف الآخر في أكتر من مناسبة بعد الطلاق. فقد كشف أحمد العوضي سابقا أنه ما زال بيحب طليقته، وإنها بتمثله الحب الحقيقي والوحيد في حياته، وذلك بعد مرور عدة أشهر على انفصالهم. كمان خرجت ياسمين في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس بعد أشهر أيضا من انفصالها عن أحمد العوضي، لتقر بأنها ما زال بتحب طليقها الفنان أحمد العوضي، ما دفع الكثير للاعتقاد أن الثنائي سيعلنوا عودتهم لبعض بعد تلك التصريحات، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ونشرت ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها منذ ساعات فيديو بتمازح فيه جمهورها، بتقلد فيه الفنان أحمد حلمي، وإعادة إحياء مشهد طريف له من فيلم ألف مبروك، وهو ما تفاعل معاه الجمهور بشدة. ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على انستجرام وهي تتجول في إحدى شوارع أوروبا، بتقلد الفنان أحمد حلمي بحس فكاهي ودقة شديدة. وعادت ياسمين مشهد بيقول فيه أحمد حلمي: أنا مت موتات أحلى من دي بكتير.